جاي لك بمفاجاه وكنز ما حدش خالص يعرفه، من كتر ما الناس ما تعرفش قيمته متخيل بيرموه. انت لما بتنزل تشتري كوسه تقوم جايه لك بالمنظر ده، لا هي بتجي لك بالمنظر ده من غير الحته اللي فوق دي. متخيل بقى ان الكوسه نفسها ملهاش قيمه قد الزهره بتاعتها؟ يعني انت بتنزل بتشتري الكوسه دي من غير ما يكون اصلا قيمتها الكبيره موجوده فيها. واللي يزعلك ان اغلب حتى الناس اللي زارعين الكوسه مش عارفين قيمتها، فبياخدوا الزهره دي وبيقوموا مدينها للبهايم، رغم ان لو عرفوا قيمتها للبني ادمين هيستخسروها اكيد في البهايم. زهرة الكوسة واحدة من النباتات الغنية جدا بفيتامين اي وسي والمغنيسيوم والبوتاسيوم. ده شكل زهرة الكوسة من جوه. متخيل ان زهرة الكوسة اللي بتترمي دي هي من اكبر علاجات مرض السكر؟ طب عندك فكرة ان مصابين الكانسر لازم ياكلوا زهرة الكوسة لانها غنية جدا بمضادات الاكسدة وبتقلل من نمو الخلايا السرطانية؟ ولو جينا نجرب الطعم مش هنلاقي في فرق كبير. بسم الله. الكوسة عادي جدا تاكلها نية او مستوية، الاثنين واحد. تعالى دلوقتي نجرب الزهرة. بسم الله. طعمها زي الكوسه بالظبط، مفيش فرق كبير بينهم، بس هنا طعمها مسخ شويه عن طعم الكوسه نفسها. خلاص الكلام، انت لازم تشوف حد يكون عنده ارض زراعيه وزارع فيها كوسه وتقول له هات لي الزهره دي وتاكلها، دي مش هينفع اكلها مكانك، دي حلوه قوي ليك.